مساء السعادة. أنا بقى اللي اتجننت وحطيت البتنجان والخضار في الماء المغلية. أيوة، أنا بقى جبت يا حبايب قلبي بتنجان، وشفت كده على النت بيقولوا إن هما بيعملوا البتنجان مسلوق مع الفلفل والخضار بالشكل اللي انتوا شايفين، فقلت أجرب الوصفة عادي يعني. جبت هنا بقى البتنجان زي ما تحبي. أنا هنا جبت 3 حبات من البتنجان، تقدري تقللي أو تكتري على حسب حريتك. وجبت هنا كام قرن من الفلفل احمر على اخضر، وبدات ان انا اجيب ليمون. الوصفه دي بتحب الليمون، واقطعهم بالشكل اللي انت شايفاه. حل على النار واغلي الميه، وبعد ما الميه تغلى هبدا ان انا انزل بالخضار اللي انا قطعته. طبعا قلنا البتنجان والليمون والفلفل كمان. لو انت لسه بقى معايا دلوقتي، عايزاكي ترفعي الفيديو بلايك او ديسلايك عادي، مفيش اي مشكله. الميه ما تبقاش كتير، يا دوب كده تغطي البتنجان. نزلت هنا بملح ونص معلقه من الكمون، وبدات افرم كام فص من الثوم، ومعاهم قرن فلفل. تقدري تستغني عنه، احنا كده كده حاطين فلفل. اطحنهم بقى كويس في الصلايه او في الكبه او في الهو لحد ما احس ان الخليط ناعم معايا بالشكل اللي انت شايفاه. تقدري على فكره تستغني عنه خالص، مفيش اي مشكله. اختبر البتنجان بتاعي، لقيته هنا ما شاء الله اللهم بارك بقى زي الزبده بالشوكه كده. بعد ما البتنجان استوى معانا، هبدا ان انا احطه في بوله او في طبق كبير، وهبدا اهرسه. قبل ما اهرسه بحاول ان انا اشيل قطع الليمون اللي احنا حطيناه. انا هنا استخدمت الليمون القضليه، تقدري تستخدمي الليمون البلدي بيبقى هايل. هتفرمي بقى البتنجان ومعاه فصين الثوم اللي احنا طحناهم، افرميهم بقى زي ما تحبي. هنا بقى اتعاملي معامله البابا غنوج. ههرسهم بقى كده بايدي الهون لحد ما احس ان الخليط ناعم. انزل عليهم بحوالي كده معلقتين كبار من الطحينه. وهنا بقى الطحينه اختيار، زي ما قلنا برضو الاضافات التانية اختيار. جبت بقى عصره ليمون، وهبدا ان انا اعصرها على البابا غنوج. بصي بقى، وجبه صحيه كامله متكامله. ظبطي بقى ملحك وبهاراتك، ملح وكمون. لو انت حسيتي ان اللي انت حاطاه في الاول قليل، بس بصراحه هنا كميه الملح والكمون كانت مظبوطه معايا. طبعا هنا بقى تقدري ان انت قبل ما توصلي للحركه دي، تقدري ان انت تشيلي القشر بتاع البتنجان لو حاسه ان هو مضايقك. بس بصراحه هو طعمه بيبقى حلو، وبيبقى مش باين خالص في الوصفه. قدمي بقى في طبق التقديم. زي ما قلت لك تقدري تفرميه فرم ناعم. عن كده تقدري ان انت تفرميه يبقى فيه قطع. انت كده بتتعاملي معامله البابا غنوج بالظبط. هنا بقى نزلت عليه بشويه من زيت الزيتون، شرايح بقى ليمون بتتاكل معايا مش ديكور يعني. فلفل بقى احمر مكعبات، طماطم مكعبات، شويه كده من اعواد الكزبره والبقدونس. وبكده نكون خلصنا الوصفه بتاعتنا سهله جدا وبسيطه جدا واقتصاديه جدا وصحيه جدا جدا جدا. الطبق بقى ده قدميه جنب اي حاجه، استخدميه كده جنب سلطات، مشاوي. بصي، عيش وجبنه وخيار مخلل وسلطه، اي حاجه هتستخدميه شغال. خلصت وصفتنا. لو عجبتكم الوصفه ما تنسوش تحبوا بعض.